يا أهلا بيكم. خلونا نعترف، كلنا تقريبا عدينا بالموقف ده. ليلة امتحان مهم أو قبل تسليم مشروع كبير، وتلاقي فجأة الأوضة كلها ورق ورق في كل مكان. إحساس التوتر ده اللي بيخلي الواحد مش عارف يركز أصلا. النهاردة بقى هنحكي قصة كريم ونشوف إزاي قدر يقلب الفوضى دي كلها لهدوء تام. يلا بينا. الحكاية بتبدأ ليلة امتحان مصيري، وبطلنا هو كريم، طالب عادي جدا. كان في حالة نقدر نقول عليها حالة طوارئ. وفي لحظة معينة كريم خلاص جاب آخره، بص كده على الكركبة اللي حواليه وقال الجملة دي اللحظة اللي الواحد بيحس فيها إن الوضع ده ما ينفعش يكمل، خصوصاً ومستقبله كله متوقف على الامتحان ده. طب إيه سبب كل الفوضى دي؟ ببساطة كل حاجة بيذاكر منها كانت ورق، مذكرات، محاضرات وأبحاث قعد يجمع فيها، وشوية ورق تاني مهم جداً. كل دي حاجات أساسية ما ينفعش يستغنى عن ورقة واحدة منهم. وهنا بقى كانت المشكلة الحقيقية. كل الورق ده كان سايب، يعني حرفياً مفيش حاجة ماسكاهم في بعض. كل لما يجي يلم شوية تلاقي الباقي بيقع ويتبهدل. القصة كلها مش في إن الورق كتير، لأ، القصة في إنه ما كانش فيه أي طريقة عملية تلم الليلة دي كلها على بعضها. بس دايماً بيقولوا من علبة العتمة بيطلع النور، واللحظة دي كانت هي نقطة التحول في حكاية كريم اللي غيرت كل حاجة. وهو في عز قلقه وتوهانه فجأة اللمبة نورت في دماغه. افتكر حل كان ناسيه خالص، حل ممكن يكون هو طوق النجاة. الأمل بدأ يرجع تاني. والحل ده كان اسم مكان Life Academy and Store. من غير تفكير لحظة كريم لم كل ورق المتبعتر ده وطلع يجري على هناك، وكل أمله إنه يلاقي حل للمأزق اللي هو فيه. ودلوقتي نيجي بقى للجزء العملي، إزاي المشكلة دي اتحلت وبسرعة كمان. تعال نشوف إيه اللي حصل أول ما كريم وصل. والصورة دي بتلخص كل حاجة. دخل المكان وهو شايل هم الدنيا فوق دماغه، متوتر ومش طايق نفسه. وبعدها بدقايق بسيطة خرج وهو مبتسم ومرتاح. الفرق في تعبير وشه يحكي القصة كلها. طيب إيه اللي خلاه يبتسم كده؟ الأسباب أهي. أول حاجة، التكعيب نفسه كان متين ومظبوط، يعني خلاص مفيش ورق هيقع تاني. تاني حاجة، عملوا له سمك مخصوص على قد كمية الورق بتاعته بالظبط. وشكل الشغل في الآخر كان نظيف جدا واحترافي. وأحلى حاجة إن كل ده خلص في كام دقيقة. وبكده قصة كريم خلصت نهاية سعيدة. مش بس لليلة الامتحان دي، لأ، ده كان تغيير أثر على طريقة تفكيره وتنظيمه بعد كده. دي كانت أول جملة قالها كريم وهو ماسك شغله في إيده. إحساس بالراحة والطمأنينة. لما الورق اتنظم عقله هو كمان بقى منظم، قدر أخيراً يركز في المذاكرة نفسها بدل ما يركز في لم الورق. والدرس ده فضل مع كريم على طول. الموضوع ما كانش حل مؤقت وخلاص، لأ، دي بقت عادة عنده. أي ورق مهم، أي بحث، أي مذكرة، على طول يوديها تتكعب عشان عمره ما يرجع تاني لنفس موقف الزنقة والتوتر ده. وبعد حكاية كريم الواحد لازم يسأل نفسه، كم مرة اتحطينا في نفس الموقف؟ ورقنا المهم متبعتر وبيسبب لنا ضغط وقلق ملوش أي لازمة. وسؤال كمان، هل في رغبة إن الشغل ما يبقاش بس منظم، لأ يبقى كمان شكله شيك ومحترف؟ الشكل النهائي ده بيفرق قوي في الثقة بالنفس وفي طريقة تقديم الشغل نفسه. وفي الآخر الرسالة واضحة جدا، ساعات حلول بسيطة قوي ممكن تعمل فرق كبير في حياتنا. تنظيم الورق ده مش مجرد شكل، دي حاجة بتجيب راحة بال وهدوء. فيا ترى إيه الخطوة الصغيرة اللي ممكن نعملها النهاردة عشان نحول شوية فوضى في حياتنا لهدوء وتركيز؟